مع الدكتور عمار المسعودي ممثل البيت الثقافي العراقي التونسي في بغداد. سي شكري، يعني ذكرتنا بكرة الكثير من الأنشطة التظاهرات اللي شاركتوا فيهم، هذا من الجانب التونسي. هل نفهم أن ثم تظاهرات كذلك من الجانب العراقي تقام في بغداد في أي موقع يعني في العراق؟ الفرع الموجود يعني في بغداد هو الأستاذ علاء الأديب، هو رئيس هذه الجمعية وهذا البيت. يعني مثل ما ننشط نحن هنا ينشط هناك في بغداد، ويقوم بعدة أنشطة يعرف فيها أولا بالكتاب التونسي، ويحاول أن ينشر الثقافة الجادة في بعض المهرجانات التي تعقد في كربلاء وتعقد في أنحاء العراق. وهناك أيضا شيء فشيء سنحاول في القريب العاجل أن يخرج بعض الأدباء التونسيين من هنا لنقيم بعض الأمسيات الأدبية هناك في العراق، لأنه لا يمكن أن نتواصل فقط يعني هكذا بالأمسيات من بعيد. نريد أن يذهب أيضا الكاتب التونسي لحما ودما ويعني يقرأ الشعر هناك في العراق رغم الحصار ورغم هذه نعم. على كلامك هذا نعود الاتصال ونعود إلى الدكتور عمار المسعودي يخاطبنا من بغداد. مساء الخير دكتور. صباح الخير يا حبيبي، شو الصحة؟ نقول لك صباح الخير. نقول لك صباح الخير. لا احنا الساعة حتى عندنا بال12:30. على كل مرحبا دكتور. تحدثنا إلى الدكتور علاء الأديب، تحدثنا مع الأستاذ شكري السلطاني، الأخ محمد صالح الرصاع ناشر تونسي رئيس رابطة الناشرين الأحرار، الأستاذ الحبيب العرقوبي رئيس المركز التونسي للكتاب. يعني لم نخرج من إطار الكتاب، من فضاء الكتاب، وخصوصا نحن يعني نقدم في هذا المساء بيت الثقافي العراقي التونسي، وما ننتظر منه أن ينجزه في إطار هذه العلاقات التونسية العراقية. مرحبا بكم مرة أخرى. أهلا ومرحبا أستاذ. أنا من كربلاء. من كربلاء تخاطبنا من كربلاء الآن؟ نعم. كيف حال؟ من ريف كربلاء. من ريف كربلاء. كيف الحال دكتور؟ كيف الحال؟ الأمور لاباس؟ الله يخليكم. الله يخليكم. أشكركم على هذا الاتصال. وهاي تونس بلدنا الأجمل والأخضر، يعني هي البلد الأشد خضرة، واللي احنا نعتبره الحلم، يعني تونس الحلم بالنسبة لنا احنا العراقيين لمحبتنا لها. نعم. سيد الكريم، البيت قبل ما تقول البيت الثقافي، الأستاذ محمد صالح الرصاع يقول لك لدينا هدية 600 عنوان، في كل عنوان من نسختين، 600 عنوان كتاب، كل عنوان من نسختين، هدية من دار سحر إلى البيت الثقافي العراقي التونسي. نشرف نقبلها بمنتهى منتهى الممنونية. نعم، هذه مفاجأة خليها لنا سي محمد صالح، ما قالناش عليها. مفاجأة. نعم، هذه مفاجأة كبيرة، وكما قلنا 600 عنوان، كل عنوان منه نسختين، هدية من دار سحر إلى البيت الثقافي العراقي التونسي. هذا حاب يقول لك المسؤولية تجاه الثقافة. نعم، حاب يقول لك سي محمد صالح 600 نسخة، 300 عنوان، يعني 300 نسخة في لدى ممثلي بيت الثقافي العراقي التونسي في تونس، و300 نسخة تصلكم إلى بغداد بحول الله. 600 يوصلون إلى بغداد. سيدي يقول لك 600 يوصلكم إلى بغداد. هو الخذا القرار سي محمد صالح، ويعطيك الصحة سي محمد صالح. بارك الله فيك. بارك الله فيك. دكتور، إذن كيف يمكن أن يعني تقدم هذه التجربة العراقية التونسية من خلال البيت الثقافي العراقي التونسي؟ والله يعني هي فرصة ممتازة أنه يتقدم الشعر العراقي وينعرض في بلد الثاني تونس، وهي طبعا هاي يعني هنقول استراتيجيات ثقافية احنا محتاجينها بأمة يعني أكلتها السياسة وفشلت السياسة في تقديم العربي يعني بعضنا على بعض. لعل الثقافي أن يقدمنا بطريقة أفضل. فيعني أنا من هذا الباب أقول هي فرصة جميلة أنه نلتقي ثقافيا
ونتوحد ثقافيا، لأنه هو اللي أبقى هذا. المشاريع السياسية فشلت، يعني لعل المشروع الثقافي هو اللي يكون يوحدنا، أن يوصل أصواتنا وتجاربنا، ونستطيع أن نستضيف التونسيين، يستضيفون التونسيين من البلاغة. فمن هذا الباب نحن فرحون بهذا الإنجاز. نعم نعم. هل زرت تونس سابقا دكتور؟ لا لم أزر تونس، هي حلم بالنسبة لي. حلم؟ لا بحول الله سوف لن يبقى ذلك حلم. نعم سوف لن يبقى ذلك حلم. الله يخليك. وستزور تونس بحول الله. جميل. نعم. أنا بتشرف بتونس. أنا بلد نعم. الحروب والحصارات. نعم. أن يأتينا يعني أصوات كثر مخلوقة وإبداعات. نعم. نعم. أن يأتينا أديب ومثقف أفضل من أن يأتينا أناس آخرون. على كل نعم على كل وددنا تحيتك دكتور عمار المسعودي، وبحول الله نلتقي إن كان في تونس أو في العراق. شكرا لكم. شكرا. إن شاء الله تصلكم هدية دار سحر، إن شاء الله هدية دار سحر ستصلكم بحول الله. يعني نحب نحييك دكتور عمار المسعودي، معك شكري السلطاني، واحنا نرحب بك في تونس الخضراء، واكيد ستخضوضر لقدومك الاعشاب. نعم. سيد الكريم ما زلت دقيقة، نخلي الحوار مباشر مع الأستاذ محمد صالح الرساع مدير دار سحر، خليه يحدثك مباشرة. تفضل يا سيدي. مرحبا بك في تونس في كل وقت. على ذكر إمكانية زيارة شاعر عراقي، الجمعية المغاربية للفكر والإبداع تنظم أيام الشعر المغاربي 3 أسبوع أكتوبر من هذه السنة. يسرها أن تستدعي ضيف على هذه الأيام المغاربية، ضيف عراقي. ويعني نترك لكم المجال، ربما ستحدث خصومة بينك وبين الدكتور علاء لديب، من سيكون حاضرا ممثلا بيت الثقافة العراقي التونسي. نعم أسيدي كرم الأستاذ محمد صالح الرساع كبير برشا، مازلنا الساحبي بالعربي بسمعنا شيء لحد الآن. كرمه كبير كثير. على كل نرجع بعد موجز أنباء الحديث عصر ليلا، إذا لنواصل رواق الفنون.